كان عندي حلقة على الهوا النهاردة، حصل حاجة لطيفة قوي حبيت احكي لكم عليها. كان عندي ضيوف شباب من كلية الهندسة عاملين مشروع وكسبوا في مسابقة، أكبر مسابقة معلوماتية في مصر اسمها ايه؟ مش اسمها ايه، دي جي ايه كده. المهم، وهم أخدوا المركز الأول وشباب متفوق وجميل. واول ما دخلوا كانوا متوترين جدا قبل الهوا. قلت لهم يا جماعه انتوا متوترين من ايه؟ احنا هندردش، يعني نتكلم ندردش مع بعض عن مشروعكم وعن المسابقه وكل الحاجات اللي انتوا تعرضتوا لها، وبتنصحوا ايه الشباب الصغير اللي داخل الجامعه وحاجات كده، يعني كلام عادي كده. المهم بعد ما خلصنا اللقاء واحد قال لي انا عايز اقول لك على حاجه، انا انبسطت قوي ان احنا اتكلمنا مع حضرتك وطلعنا معاكي النهارده. قلت له ربنا يخليك، قلت بيجاملني يعني طبيعي لازم يقول كلمتين حلوين. قال لي انا هقول لك على حاجه، احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في نفس الموضوع في قناه كذا الفضائيه بس انا مش هقول. قال لي اتضايقنا جدا، مشينا متضايقين، ما اتكلمناش كلمتين على بعض وما قلناش كل اللي احنا عايزينه، وكان نفسنا نقول حاجات ما ادولناش فرصه نقولها. فقلت له حبيبي انت جاي عشان تتكلم، احنا جايبينك عشان تقول ان انت حد متميز، كلكم متميزين وشاطرين ودخلتوا مسابقه وكسبتوا طلعتوا الاوائل وتتكلموا عن مشروعكم وتقولوا كل الحاجات الجميله اللي انتوا جايين تقولوها. انتوا جايين تعملوا ايه؟ قال لي والله العظيم انا عايزه اقول لك ان احنا فعلا ما انبسطناش قد ما انبسطنا النهارده. ف جماعة التلفزيون المصري حاجة مختلفة غير القنوات الفضائية. أنا لا أخفي عليكم سر إن أنا كده في سنة من السنوات رحت عشان أقدم في قناة من القنوات المعروفة بقى، ما أنا مش هروح أقدم في قناة يعني مش معروفة. رحت قلت أقدم في قناة معروفة حلوة يكون فيها بقى شهرة، يكون فيها فلوس حلوة وحاجات زي كده. الحقيقة إن أنا رحت أنا واحدة صاحبتي ما قدمناش، أنا كسرت مقادفها الحقيقة. أنا أول ما دخلت قلت لا مش هقدم، أنا مش هقدم يا بنتي، طب نجرب، طب مش قلت لها لا. دخلنا اوضه لقينا ناس كتير قاعده ماسكه ورق بتذاكر بتقرا وبتذاكر وحاجات زي كده. انا قلت ده يظهر في امتحان مذيعين النهارده ولا ايه، فالعيال دي قاعده بتذاكر عشان يدخلوا يمتحنوا بقى الامتحان وكده. فسالتهم بقى، الفضول اكلني ما قدرتش. قلت لهم يا جماعه هو انتوا بتذاكروا ايه؟ هو في امتحان النهارده مذيعين ولا حاجه؟ قال لي لا احنا مش مذيعين، احنا ضيوف وبنحفظ الاجابات اللي هنقولها. قلت لهم يعني ايه بتحفظوا الاجابات اللي هتقولوها؟ اذا كان انتوا متخصصين في مجال ما عشان كده جايبينكم تتكلموا. قالوا لي انت فاكرك احنا هنا بنيجي نتكلم اللي احنا نقول اللي احنا عايزينه؟ احنا بنقول اللي يمشي مع سياسه القناه. قلت لهم زي الفل. كنت واخده صاحبتي مروحين، خرج من التلفزيون المصري اتقل مقداره. لا لا لا.